السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وسريعة وتحفة جدا. النهاردة هنعمل فراخ مشوية بتتبيلة جامدة جدا، وهنعمل شوية خضار كده جامدين في الكونتورنو بطريقة خطيرة. طعم الوصفة او طعم الفراخ في التتبيلة دي، الوصفة دي بجد جامدة جدا، هتعجبكم ان شاء الله. واستخدمت شوية خضار كمان جامدين قوي. النهاردة استخدمت كمان بطاطا لونها فيولا، وهقول لك طعمها شبيه بايه. هي مش طعمها شبه البطاطس قوي. وكمان استخدمت الكافوليتي دي بروكسيل، واستخدمت كمان كرنبيت. شوية خضار جامدين. شايفين الطبق الخطير؟ تعالوا بينا نشوف المقادير. اول حاجة معانا في المقادير بتاعتنا مع علبتين من الزبادي. وحجم الفرخة بتاعتي كبير، فطبعا محتاجة شوية تتبيلة كده جامدة تخلي معانا الأنسجة طرية. يبقى ايه اللي هيخلي الأنسجة طرية ويسوي الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة؟ أول حاجة أساسي زبادي. أول ما تلاقي حجم الفرخة كبير تدخلي بوصفة الزبادي على طول. حطيت علبتين من الزبادي وعصير ليمونتين كبار، يعني حجم الليمون اللي هو الكبير، عصير ليمونتين كبار، ومعلقتين كبار من الثوم المفروم. هنزل عليهم بحوالي يعني تلت كوباية من الكاتشب، يعني معلقتين كده كبار محترمين من الكاتشب. وده بيدي طعم خطير جدا في الوصفة دي. يبقى زبادي ونص كوباية من البقدونس المفروم الأخضر اللي انتوا شايفينه ده بقدونس مفروم. هنقول تاني: علبتين من الزبادي، عصير ليمونتين كبار، معلقتين من الثوم المفروم كبار، نص كوباية من البقدونس المفروم، وتلت كوباية من الكاتشب. وهنزل بقى بالبهارات بتاعتي: معلقة من البابريكا، معلقة من الكركم، معلقة من الكاري، معلقة من السبع بهارات، نص معلقة من بودرة البصل، نص معلقة من بودرة الثوم، نص معلقة من الفلفل الأسود. تمام. نقول البهارات تاني: معلقة من كل حاجة. الحاجات الأولانية دي معلقة: معلقة من الكركم، معلقة من الكاري، معلقة من البابريكا، معلقة من السبع بهارات. آخر حاجة اللي أنا حطيتها دي سبع بهارات. ونص معلقة من بودرة البصل، نص معلقة من بودرة الثوم، ونص معلقة من الفلفل الأسود. ونحط كمية ملح مناسبة على حسب الفراخ والخضار والتتبيلة اللي احنا هنعملها. حطيت معلقتين كده من الملح صغيرين. ربع كوباية من زيت الزيتون، وده طبعا اساسي. لو مش عايزه تحطي زيت زيتون حطي زيت عادي اللي هو اي زيت يعني نباتي، تقدري تستخدمي ربع كوبايه من اي نوع زيت تاني. وبصي الخضار بقى والالوانات، بجد انا الحاجات دي هي اللي انا بحب بجد الخضار، وبحب الالوان بتاعه الخضار. بتفتح الشهيه، بتديكي كده نفس انك تبقي واقفه في المطبخ فرحانه وانتي بتعملي الاكل يعني حاجه مبهجه. الخضار والالوانات بتاعته بتبقى مبهجه جدا. وبعدين عايزين نبعد شويه بقى عن صينيه البطاطس بالفراخ التقليديه. في انواع خضار جامده كتيره جدا تقدري تستخدميها مع الفراخ. اي خضار مع الفراخ بيطلع تحفه جدا مع شويه التتبيله اللي انت بتتبلي بيهم الفراخ. تحطي منهم معلقتين كده كبار مع الخضار، يديكي طعم اخر جمدان. استخدمت كرنبيت، استخدمت كافوليتي دي بروكسيل اللي هو الكرنب الصغير البيبي ده، واستخدمت كمان فلفل الوان وبومودوريني اللي هي جالي وروسي، يعني احمر واصفر. واستخدمت كمان جزر، واستخدمت البطاطا الفيولا او البطاطس الموف، وريتك شكلها في الفيديو. البطاطس الموف دي بتبقى لونها موف كده، بس هي طعمها مش بطاطس قوي. يعني الطعم بعد ما استوت مدي على القلقاس شوية يعني هي ما بين البطاطس وما بين القلقاس. طبعا لو مش ما شفتهاش قبل كده، او هنا مثلا لو شفتيها او في اي بلد تانية وشفتيها، طعمها حلو قوي. لما بتستوي بتبقى طعمها حلو. بتطرى كده وبتبقى طرية من جوه، زي البطاطس العادية في الملمس يعني. بس طعمها مدي ما بين البطاطس وما بين القلقاس، مش طعم البطاطس العادية. بس كان طعمها حلو قوي 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 مع الخضار التاني كمان. وكانت بونة. لازم تستخدمي اي نوع خضار جديد جربيه. لازم تجربي وتشوفي ده هيبقى طعمه ايه، ده هيبقى طعمه ايه. الحاجات الجديدة المنتشرة او المتوفرة جربيها ما تقلقيش، لازم التجربة حلوة في كل حاجة. انا كان اول مرة استخدمها وبصراحة طعمها حلو. عجبتني، وعجبتني كمان مع وصفة الفراخ دي.
دلوقتي أنا بقى هنا حطيت الشبكة بتاعتي، هاحط الفراخ بتاعتي على الشبكة وهاضغط عليها جامد جدًا، والفراخ بتاعتي كنت تبّلتها، طبعًا أنا أخدت معلقتين كبار من التتبيلة اللي أنا عملتها وقلّبتها زي ما إحنا متعودين مع الخضار، وحطيت رشة من الملح، عشان طبعًا كمية الخضار كبيرة، فمعلقتين التتبيلة دول هيدّوا طعم بس مش هيدّوا الملح المضبوط، فحطيت كمان حبّة من الملح، وحطيت بقى الفراخ بتاعتي في الشبكة حطيت الصاج بتاع الفرن، وحطيت ورقة زبدة، وحطيت الخضار، وبعدين حطيت الفراخ في الشواية كله فوق بعضه، بحيث ان الصوص بتاع الفراخ ينزل على الخضار. وكانت جامدة جدا. استوت، كانت دايبة تحفة خطيرة، الوصفة بجد تحفة جدا، تستحق التجربة. لازم تجربوها، ولازم تجربوا نوع البطاطس دي للناس اللي موجودة او متوفرة عندها البطاطس دي، تجربها وتقولي ايه رأيك.